السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ كي دايره اموركم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا في احسن الاحوال. انتم ومعز عليكم يا ربي والناس اللي دايرين بكم. فيديو جديد وتحضيرات جديدة للشهر الفاضل، الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحة والعافية وباش ما كتمناو يا ربي. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا الشباكية بطريقتي اللي كتجي رائعة، مجعبة، كتبقى محافظة على الشكل ديالها وشاربة العسل وكتجي كتذوب في الفم، واللي ذاقها غيعاود يطلبها من عندكم. وإلا حضرتوها لوليداتكم راه يحمقوا عليها. ندوزو المقادير وكيفية التحضير ان شاء الله. بسم الله. اول حاجه غادي نبدا بها، عندي هنايا كيلو ديال الدقيق الابيض او الدقيق الفورس، من الاحسن نخدموا بالدقيق يكون ممتاز. عندي كاس بقياس كاس العنبه ديال الجنجلان اللي ما محمر ما حتى شي حاجه، غير يعني منقي وميبس. انا كنيبسو من بعد ملي كنخبز الخبز كندخلو للفران وكنطفي عليه وكنخليه باش هكا كيتقرمش لينا. عندي هنايا جنجلان مطحون، ملي كنطحنو راه كيولي بحال معلك. عندي كاس ديال اللوز بقياس كاس العنبه. اللوز كنشدو كنمسحو من الغبره وكنطحنو بالقشره ديالو، كنطحنو حتى كيولي على شكل بودره وكنغربلو. ضروري اللوز ما تغربلوه، مازال الجنجلان راه كيتطحن مزيان، اما اللوز غربلوه. عندي معلقه كبيره ديال حبه حلاوه حتى هي اللي ما محمراش، خضراء ومطحونه حتى هي ومغربله. معلقه عفوا كبيره ديال النافع. معلقه كبيره ديال القرفه. عندي هنايا المسكه حره مدقوقه مع شويه ديال السكر. قبيصه الملحه اللي ضروريه في المعسلات ديالنا باش كتعدل لنا الذوق. غادي نخلط النواشف مع بعضهم مزيان. باش هكا ملي كنديروا الزبده والزيت ما كيتكتلوش لينا العناصر، كيكونوا هكا مخلطين مع بعضياتهم. ضروري النواشف تنخلطهم هما الاولين، ومن بعد عاد كنبسبسو بالزبده والزيت وعاد كنعجنو باش هكا الشباكيه كتجيكم ناجحه وكتجي لكم مخلطه المقادير كاملين. صافي هنايا عندي الكاس ديال الزيت بقياس كاس العنبه. يمكن لكم تخلطوا ما بين زيت روميه وزيت البلديه. عندي كاس ديال الزبده مذابه كندوبها حتى كيتخلص من داك الحليب او الماء اللي كيكون فيها. عندي كاس بقياس كاس العنبه. صافي غادي نبسبس مزيان الدقيق والزبده مزيان والزيت مع بعضياتهم حتى كيطرملوا بحال كنكونوا كنبسبسوا الحرشه. ضروري من هاد المرحله هذه تنبسبسوا مزيان وكنفركوا هكايا كيف ما كيبان لكم الحبيبات، باش هكا كتجي لينا الشباكيه كتذوب في الفم. صافي كنبسبس هكايا مزيان وعاد غنرجع باش نوجدو باش غادي نعجنوه. انا راه كنذكر معكم المقادير وفي نفس الوقت كنخدم باش هكا يجينا الامر ساهل. هنايا عندي ساشي ديال الخميره من وزن 7 غرام. انا ما كنديرش الخميره ديال الخبز، اللي بغى يديرها يدير غير واحد القبيصه الا كنتو غادي تقليوها في نفس النهار. انا ما كنقليهاش في نفس النهار باش هكا كنفرق عليا الخدمه، لان كتكون عندي كونتيتي شويه كبيره. هنا غير صورت معكم كيلو، اما انا خدمت اكثر. صافي درت ساشي ديال الخميره من وزن 8 غرام. انا خديت واحد الكاسرونه وغادي ندير فيها نصف كاس من الخل اللي ضروري في الشباكيه باش ما تجيكمش قاصحه. غادي نص كاس ديال الخل وغادي ندير الماء الزهر. هنا غادي ندير كيف ما كيبان لكم واحد الكاس ربع، وغادي نكمل العجين بالزهر. هنا غادي نديرهم فوق البوطه هنا باش ما يبقاش ليا هكايا مخلط مع زعفران. داكشي علاش ندير غير كاس وهداك، راه ملي كنعجن راه كنكمل بالماء زهر. غادي ندير ملون، ديروا الضويمه، ديروا زعفران شعره اللي متوفر عندكم.
غادي نديرو فوق البوطه حتى يدفى لينا واحد شويه الخليط، وعاد غندوز باش نجمعو به العجين، لان باش كيدفى كيساعدنا في الخدمه. هنا غادي نزيد اصفر بيضه، ندير اصفر بيضه، صافي. هنا من بعد ما دفى لينا الخليط غادي نبدا كنجمع العجين ديالي، وانا كنعجن كنزيد السوائل شويه بشويه، وانا كنجمع العجين ديالي. ومن بعد ما غاديش يكفاكم داك الخليط غادي نزيدوا الماء الزهر او الماء اللي بغيتو. انا كنزيد هنايا الماء الزهر، كنبقى كنعجن سوا بالماء او الماء الزهر اللي متوفر. هنا كنبقى كنكمل هكايا بالماء الزهر شويه بشويه. والعجين ديال الشباكيه ضروري ما كنديروه يكون قاصحه شويه، ما تكونش رطبه باش ما تعذبكمش في الخدمه. وصافي وكنعطيها هكا الدليك. راكم عارفين الشباكيه ضروري من الدليك، الا بغيتو شباكيه ناجحه خصكم تدلكوها مزيان. صافي كنبقى كنضيف السوائل شويه بشويه، وانا كندلك كما كتبان لكم راها قاصحه شويه، ولكن ملي كنبقاو كندلكوها وكنديروها في كيس بلاستيكي كترتاح شويه راها كتطلق راسها، لان فيها الزيوت كتعرفوا الحاجه اللي فيها اليدام راه كتطلق راسها براسها. الا رخفتوها بزاف راه غادي تعذبكم ملي تبغيو تشبكوها. هنا هذا هو القوام اللي خصني نتحصل عليه، دلكتها هنا مزيان. صافي هنا غادي نقطعها وندوز باش نقادها هكا. شوفوا هنايا كيف ما كتبان لكم راه ماشي قاصحه، يعني قاصحه حتى كيطيح كتافك في الدلاك، وماشي مرخوفه باش ما تعذبكمش في التشباك. المهم هي هذيك، حيت الا خليتوها عاود قاصحه بزاف غادي تعذبوا ثاني في الخدمه. المهم ماشي رطبه وماشي قاصحه. ها هو القوام كيف ما كيبان لكم. هنايا كناخذ ضروري من هذه المرحله كنديروها في الشباكيه باش كتجي ناضيه، كتعطيها تكون مجعبه وتكون ناجحه وتكون مورقه. صافي كنديروا لها هكا بحال لاباط فيتي، كنطويها على بعضها كيف ما كيبان لكم. واخا كنشرح لكم راه شارحه راسها، واخا كنكون كنهضر يعني وتفوت شي لقطه راه كتكون شارحه راسها. كنطلق العجين وكنطويه هكا بحال لاباط فيتي، بحال العجين المورخ. صافي كنطوي على بعضو وكندير في كيس بلاستيكي اللي ضروري باش هكا كتبقى لينا ما كتنشفش. راه كتعرفوا الشباكيه نشفات كتفرتت. صافي كنديرها كامله بهذه الطريقه هذه، وعاد غادي ندوز باش نخدم. هنا غادي نصايبها هكا وغادي نخليها واحد 10 دقائق عاد غنبدا نخدمها. هنا راه بديت نخدم غير قلت نكمل معاكم. كنت نتسنى يجي ولدي باش يشد ليا الماكينه، لان ما عنديش في اللصق. انا هنا في الخدمه رانا ملصقاه في واحد الطبله، ولكن هنا في التصوير خصني في الرخامه ما كتبغيش تشد، راكم عارفين ما كتبغيش تلصق ليا. ايوا خصني شي حد اللي يشد ليا الماكينه باش ما تزلقش. صافي هنايا راه كناخذ كره من داك العجين وكنبدا كنطلقها بهذا الشكل هذا. كنطلقها شويه وكنقسمها على 3، وهنا كنبدا كنطلق هكا بدلك. راكم عارفين الشباكيه راه ما كنستعملوا لا بدقيق لا حتى شي حاجه، لان راه ما كتحتاج. صافي هنا غنطلقها وغادي ندوزها في الوراقه. وبالنسبه للرقم ديال الوراقه ما تكونش غليظه وما تكونش رقيقه بزاف، لان راه كل وحده والوراقه ديالها. واخا نقول لكم راه كل وحده وعلى حسب. انا راه عندي 2 وراقات كل وحده فاش كتضرب. هذه هي اللي كنخدم بها انا الشباكيه دائما عندي كتحبس يعني الرقيقه ما بين 6 و7. وهذه ماشي رقيقه يعني بزاف بحال كنخدموا الكعبه ولا كنكونوا فايتينها واحد شويه. وما ديروش غليظه. ها نتوما شوفوا كيف ما كتبان لكم. صافي هنايا راه جا ولدي شد معايا الماكينه. هانتوما راه كنقرب لكم باش تشوفوا السمك. راه ما رقيقه ولكن ماشي رقيقه بحال الكعبه. صافي هنا غادي ناخذ جراره. انا كنخدم غير بالجراره. هنايا قطعت داك جنيب وغادي نبدا 1 2 3 4 5 6 كنقطع فيها نفس الكيفيه. كنبقى ندير 1 2 3 4 5 6 هي اللي كنقطع فيها. يعني كنتحصل على 6 ديال الاشرطه، ويكونوا من الاحسن متقاربين، ما يكونوش عراض بزاف باش ما يكون الشباكيه ما تجيش غليظه ومبطبطه. المهم تكون راه كنضحك معاكم. المهم يكونوا مقاربين، ما يكونوش رقاق بزاف، يعني يكونوا السميطات من الاحسن يكونوا مقربين على بعضياتهم وماشي رقاقين يعني باش ما يتفرتوش، وماشي غلاضين باش ما تجيش شباكيه غليظه. حيت الا كانوا عراض غادي تجي شباكيه كبيره وغتجيكم عريضه. هادشي علاش غتجي ثقيله يعني. صافي وكنقاد هنايا دوك الجنيبات
واللي بغى يستعن بديك الجراره يستعن بها ديال الشباكيه. انا واخا عندي ما كنخدمش بها لان ماشي عمليه بصراحه، كتعذب في الخدمه، ماشي بحال الجراره كتسربي دغيا. بالنسبه لهاد البقايا هادو اللي كيبقاو صافي انا اش كنديرهم، كنشدهم كنجمعهم كيف ما كيبان لكم. ها انتم انا راه وريتكم هادو اللي نيت خادماهم، وكنديرهم في وسط هذيك العجين باش هكا انايا خدامه وهما كيطلقوا مع بعضياتهم، ما كيبقاوش ليا يعني الكسور بزاف. هنا ها انتم كيبان لكم عندي 6 ديال الاشرطه، كنشد جوج كنقلبهم على جوج، وكنعاود نقلب جوج الثاني الاخرين في الاسفل، وكنلقى دوك الودينات تعزلوا وكنطويها. هذه هي الشباكيه انا اللي كنخدم بها وديجا شاركتها معكم، وهي اللي معتمده عندي وهي اللي كنخدم بها صراحه الله عمرها ما حشمتني. حتى بالنسبه للمقادير هذه هي الشباكيه اللي طلبها كيعاود يطلبها صراحه كتجي رائعه. صافي هنا كناخذ جوج كنقلبهم على جوج، انا كنقاد لكم التليفون باش تشوفوا اكثر، وكنقرص غادي ناخذ هنايا فيهم 6 ديال الاشرطه، كنشد جوج كنقلبهم على جوج الوسطانيين، وهادوك اللي كيبقاو في الطرف الاخر كنقلبهم من الاسفل وكنفتح وكنجرب هذا الشكل هذا. باش كنفتح كنبانوا لي دوك الودينات راهم معزولين من الاسفل، كنقرصهم مع بعضياتهم وكنحطها في سطح العمل وكنكمل الخدمه. صافي بهذا الشكل هذا كنحط جوج على جوج، كنظن راها شارحه راسها. كنقلب جوج الاولين على الثانيين، وجوج اللي كيبقاو في الاخر كنقلبهم من الاسفل وكنقرص بهذا الشكل هذا. انا خدمت معكم شحال من وحده باش تكون الصوره واضحه. يعني اكثر حاجه في الشباكيه هي التشباك، هي اللي بزاف ديال المبتدئات كيحصلوا فيها، وهذه راها ساهله حتى اللي عمرها ما جربتها غير تجربها كاع ما تخاف. راه شباكيه اللي ساهله زعما صراحه الله. اغلبيه الناس كيحصلوا غير في التشباك، ولكن الا درتي راسك فيها راه دغيا ان شاء الله. صافي غادي نستمر بنفس الكيفيه. كنقطع هكايا على 6 وكنحيد دوك الجنيبات كيف ما كيبان لكم، وكنديرهم في وسط العجين باش هكا ما كتنشف لياش العجينه. اصلا دابا راه الجو الحمد لله بارد ما كتنشفلناش العجينه، الا كان الحال سخون ما تخليو حتى طريف في البوطاجي خدموا بكل شيء باش ما تضيع عليكمش. صافي غادي نستمر بهذا الشكل هذا. نعاود معكم هنا شي وحدات باش تكون الصوره اوضح، وغادي نمشي نجلس باش نكمل الخدمه وعاد نرجع معكم. كنشد جوج كنقلبهم، ها نتوما راها باينه واخا انا ما نهضرش راه هي شارحه راسها. شوف الشكل ديالها كيفاش كيجي، كتجي مشبكه ومقاده. شوفوا الشكل ديال الشباكيه عن قرب، ها نتوما كتجي شبيبيكي يانيس التشبيكه ما فيهاش تماره بزاف، بلا ما كنهزو وحده نحطو وحده، وفي نفس الوقت كتجي عمليه صراحه ودغيا كتسربي وكتجي زوينه. شكلها كيجي مقاد بحال الوريضه. صافي غنستمر بهذا الشكل حتى نكمل ونرجع معكم ان شاء الله باش ما نطولش الفيديو. صافي هنا من بعد ما ساليت التشباك كيف ما كيبان لكم هنا، نتوما راه عندي انا كونتيتي كبيره. من بعد ما كملتها انا غير صورت معكم كيلو ديال الدقيق، اما انا راه ضاعفت الكميه يعني درت عجنه اخرى. صافي هنا من بعد ما ساليتها انا هنايا ساليتها يعني في الليل، غادي نخليها حتى الغد لي عاد غادي نقليها. هنا راه الصباح. هذا هو العسل اللي طيبته انايا، يعني الا بغيتو نخلي لكم الرابط سبق لي شاركته معكم. وهنايا صافي غادي ندوز باش نقليه. هنا وجدت كلشي حدايا. هنايا انا غادي ندير جوج مقلات لان عندي كونتيتي كبيره وخصني باش نسربي. خديت هنا البوطه. هنايا راه عندي واحد البلاصه في الكراج اللي كنخدم فيها دائما كنحول البوطه لهنا صافي كنتحول صافي خديت هنايا الزيت جوج مقلات وكندير الزيت كتسخن، كناخذ الحبه شي حبه صغيره ولا طريف د العجينه وكنجرب به. ملي كنحطو الشباكيه ديالنا في الزيت وكيطلع
كطلع كنعرفوا راه بان الشباكيه عفوا الزيت راه سخنات. صافي كنستمر بهذا الشكل هذا نفس الكيفيه حتى في المقله الاخرى كنعمرهم صافي، وكنخليها حتى كطيب على الجهه الاسفل وكنقلبهم على الجهه الاخرى. انا راه كنصور بيد وكنقلب بيد راكم عارفين كاينش المساعده. صافي هنايا ملي كتبان ليا راه تحمرات مع الجنيبات والذهبات كنبدا كنقلب فيهم. هنا راه موجده العسل، حتى العسل دايره جوج ديال الاناءات كما عندي جوج مقالي عندي جوج ديال الاناءات، كل قليه كنحطها في الاناء ديالها باش هكا كيتعسلوا كيتشربوا مزيان يعني كياخذوا حقهم في التعسل. وكنستمر هكايا المهم كنبقى كنقلب حتى كيتحمر ليا الشباكيه ديالي وكنهزها وكنديرها في العسل. صافي هنايا من بعد ما تحمرات خدات اللوين ديالها ما تخليوهاش تفوت فيها تحمر بزاف وما تخليوهاش خضره حتى تاخذ هذا اللوين هذا، لان راه مازال في العسل كتزيد تاخذ اللون المحمر. هنا ملي كتاخذ هذا اللوين هذا كيف ما كيبان لكم انا كنقرب لكم باش تكونوا عارفين. صافي كنحيدها وكنسقطرها مزيان من الزيت عاد كنوضعها في العسل. صافي هنايا كناخذ العسل وكنخوي فوق منها لانه مازال ثقيل مع السخونيه راه كيبقى يطلق راسو. صافي ضروري العسل ما تكون ثقيله باش هكا كتجي لنا الشباكيه مشربه. صافي وكنستمر بنفس الكيفيه. شوفوا ها نتوما هنايا راه كندير كل اناء كيهز ليا جوج ديال القليات باش كنخليها كتشرب ليا مزيان مزيان. ملي كتشرب وعاد كنصفيها من العسل حتى كطيب القليه الاخرى اللي كنبغي نحيدها كنحيد هذيك من العسل حتى كنقلب بحال دابا ملي غنقلب هذه. صافي غادي نحيد الاخرى من العسل وكنستمر بنفس الكيفيه حتى كنكمل الكميه اللي عندي كامله. انا كنقلي وانا كنعسل حتى كنكمل كلشي. هنايا يمكن ندير جوج مقلات دغيا كنسربي. وبالنسبه حتى على حسب الخدمه وصافي بالنسبه لي بوحدو راه غادي يدير غير مقيله وحده. هانتوما دابا هنايا راه هنا صافي غادي نحيد القليه الاخرى. شوفوا هنا راه شاربه العسل كنقرب لكم. هنا راه العسل مازال بارد. صافي كنصفيها بهذا الشكل هذا. مديوش على التصوير راه شاده بيد اختكم وكتهز بيد الاخرى. هنا راه كيبان لكم اللون ديال غامق، لا راه غير مع الاضاءه ماشي شي اضاءه. ومع النهار كاين فيه الشتا راكم عارفين الضو ديال الشتا كيفاش كيكون. صافي غادي نستمر بهذا الشكل هذا. هنا انا جالسه دايره واحد الكريسي وجالسه وكنخدم. صافي كنستمر بنفس الكيفيه غادي نبدا كنقلي وكنعسل هكايا كنقلي وكنعسل حتى نكمل الكميه اللي عندي كامله ونرجع معكم ان شاء الله بالشكل النهائي بحول الله. صافي هنا من بعد ما ساليتها هذا هو الشكل النهائي ديالها. صافي هنا كنرش عليها هكا شويه ديال الجنجلان. انا بالنسبه ليا كنستف هكا في العلب كيف ما كيبان لكم راه عندي هنا كميه كثيره. انا كنستف في العلب وفي نفس الوقت كنرش هكايا بالجنجلان. شوفوا الشكل ديالها عن قرب تلقى معكم بشكلها النهائي. هذا هو الشكل النهائي ديال الشباكيه ديالنا اللي كتجي اكثر من رائعه كتجي زوينه بزاف. شوفوا شكلها كتجي روعه وكتجي مجعبه وشاربه العسل. هنا راه كنوريكم بان انا باش كنديرها في العلب كنرش عليها هكايا الجنجلان باش هكا كتبقى باينه كيبقى شكلها زوين. صافي هنايا الشكل ديالها كتبقى محافظه عليه وكتجي مجعبه وشاربه العسل. غادي نقسم معكم واحد الوحيده وتشوفوها كيفاش كتجي من الداخل معلكه وكتذوب في الفم. واللي داقها عندكم غيعاود يطلبها كتجي اكثر من رائعه زوينه بزاف. الا وصلتي حتى لهنا ما تنسينيش من لايك والبارطاج
فضلا وليس أمرا، وبسلام عليكم.